لكن بما يخص برنامج ازدياد اللي هو برنامج طموح كان بدأته وزارة الشؤون الخارجية، مع الأسف توقف سنة 2009 والآن بصدد العمل على الاستمرار في هذاك الورش اللي كان بدا وإتمامه، وغادي يمكن برنامج ازدياد من الحصول على عقود الازدياد للمواطنين المغاربة اللي ازدادوا في الخارج حيثما تحركوا، بمعنى في أي قنصلية أخرى، وأيضا على المستوى المركز القنصلي، المراكز القنصلية هنا، يعني المديرية الشؤون القنصلية هنا في المغرب. هذا يحتاج إلى تعميم، باقي ما معممش، يحتاج إلى أن نضعه تحت التصرف ديال المواطنين، باقي ما توضعش، ولكن أنا أعدكم بأن الآن نحن بصدد الدراسة لإتمام هذا المشروع. بالنسبة للمستشارين الاقتصاديين، ما عندناش مستشارين اقتصاديين تقريبا في القنصليات، عندنا بالخصوص في السفارات، والقنصليات كتستعن بالخدمات ديال المستشارين الموجودين على مستوى السفارات عندما تحتاج إلى خدمات على هذا المستوى. شكرا.